السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا عن هنعمل مسقعه، بس مسقعه جميله جدا وبيحبها الاطفال، لاني بنحط فيها بطاطس. فزي ما انتم شايفين كده احنا جبنا البتنجان وغسلناه وقطعناه ورشينا عليه ملح علشان يدبل شويه وما يشربش زيت وقليناه. لكن البطاطس حطيناها في الاير فراير عشان المسقعه بتاعتنا تبقى خفيفه شويه. برضو قطعناها وغسلناها وحطينا عليها معلقه زيت بس، وحطيناها في الاير فراير وهي كده تعتبر يعني 3/4 سوا او مستويه كمان، علشان لما نضيفها للمسقعه. الاولاد بقى بيحبوا المسقعه دي جدا علشان فيها بطاطس، بتعجبهم عن اللي بتبقى بتنجان بس. وطبعا تالت حاجة هنحطها ان شاء الله فلفل رومي قطعناه برضو وشوحناه، ودي الطماطم بتاعتنا. فياريت يا جماعة قبل ما نبدأ او اي حد فيكم اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واحب اشكر كل المتابعين الجداد واللي بيسيبولي تعليقات، ربنا ما يحرمنيش منكم وكتر خيركم واشكركم. دلوقتي نبدأ. بسم الله. جبنا الصينية اللي هنشتغل فيها، حطينا فيها قرن فلفل احمر، اللي برضو مش بيحب الحاجة حراقة ما يحطش. وحطينا معلقة ثوم اللي احنا فرمينه مع بعض قبل كده، هنشوحهم كده زي ما انتم شايفين. حطينا برضو كمية زيت بسيطة علشان ميبقاش فيها زيت كتير. أول ما نشم ريحة الثوم بتاعتنا طلعت هنجيب ربع كوباية خل ونسيبهم دقيقتين كده مع بعض. وبعد كده هنضيف الصلصة بتاعتنا، طماطم، عصير الطماطم. حطينا التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل اسود وكمون. ممكن نحط مكعب مرق الدجاج للي يحب، ما يحبش خلاص. وبنحط رشة سكر علشان تعادل الحموضة اللي في الصلصة. وأول حاجة بقى هنضيفها هي البطاطس، عشان البطاطس يعني بتاخد وقت شوية. هي مستوية غالبا يعني، بس ايه برضو نسيبها تاخد من الصلصة وتاخد طعم الصلصة شوية. يا ريت اللي وصل معايا المرحلة دي من الفيديو اشترك في القناة ويفعل الجرس ويصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خليها بقى شوية وبعد كده نضيف الباقي. وبعد كده هنضيف البتنجان بتاعنا. بعد كده نضيف الفلفل بتاعنا. يا جماعة المسقعة بتاعتنا بعد ما ضفنا كل حاجة نسيبها بقى شوية. على فكرة ممكن نحطها في الفرن، اللي يحب يحطها في الفرن تاخد لون يحطها. صينية مسقعة في الفرن، اللي مش يحب
ويخليها كده فوق البوتاجاز. ياريت تجربوها بالبطاطس، هتعجبكم جدا وتعجب ولادكم جدا. واللي يحب يعمل جنبها رز، او هي ممكن تتاكل بالعيش، تبقى لذيذة جدا. جربوها وقولي رأيكم، وان شاء الله تعجبكم. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.